عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من قناة إسلام محمد. النهاردة هنتعلم حاجة مهمة جدا، وهي الباص الوان تو. ايه هو الباص الوان تو؟ الباص الوان تو ان انت مثلا انا ماشي بلاعب ورحت بصت بيه، عايز اللاعب ده يطلع لقدام عشان بعد كده ابصيله تاني فيعدي. هو لما يطلع من قدام هيعدي ما بين المدافعين، فهبصيله تاني هيبقى هو كده واخد انفراد قدام الجون. فاحنا هنتعلم النهاردة ازاي تعمل الباص الوان تو. طبعا انا غيرت الخطة بتاعتي، خليتها كلها لعيبة عادية، تمام، عشان محدش يطلع لي في التعليقات ويقول لي انت خطتك حلوة وانت لعبتك كويسة وبتعرف تعمل كذا لا، انا هلعب بخطة عادية مع الناس كلها. انا بظن ان الخطة دي مع الناس كلها، اللعيبة اللي انا واخدها دي مع الناس كلها، تمام. فاحنا النهاردة هنتعلم ازاي بقى طريقة الباص الوان تو في التدريبات. هتدرب الأول بتدريب هجومي، وبعد كده تدريب ضد الذكاء الاصطناعي، وممكن نجربها في الأونلاين. هنجيب التدريبات. عايز اقول لكم حاجة، اهم حاجة التدريبات دي ليه؟ انا مثلا كسبت ميسي اللي هو ال101 دلوقتي جديد، عايز اجرب قبل ما انزله في الملعب. كل اللي عليا ان انا اخش التدريبات، هجيب الاضافات من فوق، وبعد كده التدريبات، وبعد كده فريق الأحلام. في فريق حقيقي وفي فريق الأحلام. اللي انت الخطة اللي انت عاملها حاليا دي اسمها فريق أحلام. ليه فريق أحلام؟ لأن دي مفيش فرقة بشعار مثلا ريال مدريد وفيها كريستيانو نسخة 2009 مع مثلا ميسي مش عارف ايه. يعني مفيش، الخطة دي مش موجودة حقيقي. فاحنا هنختار فريق أحلام اللي هي الخطة اللي انت بتلعب بيها. وبعد كده تدريب حر، لأن مقطع تعليم أوامر، يعني هو هيقولك انت تشتغل ازاي. يعني انت لو عايز تفهم كل حاجة، لو دوست على مقطع التعليم للأوامر هيفهمك كل حاجة، جرب الكورة والتمريرة والتسديدة واللي انت عايزه، تمام، الأساسيات بالذات. فاحنا خلينا في التدريب الحر. وبعد كده التدريب الهجومي مش هيكون معك حد غير انت، فرقتك والحارس بتاع الفرقة اللي ضدك. كل اللي عليا في الباص الوان تو ان انا مثلا لما اجي اسنتر زي كده اروح مدي باص، تمام، فباص تاني. انا دلوقتي عايز اطلع بفالفيردي، تمام، وعايز ادي الكرة لميسي واطلع بفالفيردي قدام. لو بصيت كده فالفيردي يفضل واقف هناك وممكن يرجع كمان، ده وهو بيطلع اصلا عشان يبقى في كثافة عددية في الماتش. لكن في في مدربين بيبقى الاسلوب ده عندهم مختلف. فانا عايز اطلعه على طول لقدام. اعمل ايه؟ كل اللي عليا ان انا مثلا ابص، مثلا انا معايا صنع، ابص كده انزل الجويستيك يا اما من تحت، من ناحية لتحت، يا اما من الجنب. وعندي طريقتين، يا اما التمريرة يا اما الباينة. هضغط على التمريرة، تمام، هعمل كده كده، هلاقيهم طلعوا لقدام، اروح مبصيهم بسرعة كده هيلاقوا نفسهم قدام الجون، هيشوطوا طلعوا برا. انا بهزر يا جماعة، لا ده عادي، ده انا بلعب اوفلاين. المهم انت دلوقتي هتدي باص وتنزل لتحت كده، فتلاقي اللاعب دخل عند المنطقة، هتلاقيه في الجون على طول، تمام. انا دلوقتي عايز اطلع، حتى لو انت بتسنتر لسه هتبدأ كده، لسه ما شطش الكورة، ممكن تيجي تروح جايب الجويستيك على الشمال كده. لازم تبقى تبقى عارف انت هتوديها فين. انت هتوديها مثلا ناحية الخط الوسط ده، تروح دايس تمرير او تعمل كده، هتلاقيه طلع لقدام. بص هتلاقيه بيتقدم لقدام اكتر من اللاعب التاني، لانه خد الامر ان هو يطلع لقدام. هتلاقيه على طول طلع لقدام، عدى ما بين المدافعين، جت جون. بس ما بنصحش فيها الجو دي لما تلاقي على نفسك ضغط كبير. كل اللي عليك ضغط كده، يا اما لتحت يا اما لورا، انت براحتك، شوف انت عايز ايه. كنت تعملها لورا زي كده او لتحت زي كده، ممكن بالثرو وممكن ممكن بالثرو ممكن بالباص كده او كده، بصراحة كده. بس انت كل ده هتعمل كده، هتلاقي نفسك على طول ايه، طالعين لقدام.
احنا دلوقتي هنجيب الذكاء الاصطناعي، نلعب الذكاء الاصطناعي عشان نعرف نعدي ما بينه بالباص الوان تو. هنجيب قائمة التدريبات، مباراة تجريبية. انا دي اللي بلعب ضد باير ميونخ. هدي باص زي كده، تمام. هلاقي طالع شغل الحرفنة ده دلوقتي. انا كان قصدي ميسي، يلا مش مشكلة. اقولك ايه، متجنيش. بص زي كده هتلاقي ميسي طلع هناك، تمام. ترام اعمى، ترام ده اعمى. خلينا احنا بس ايه، عايزين نجربها. طيب عايزين نجربها. طب يا رجالة، مثلا ترامة دي طالعها، راح باص تاني الترام. إيه، لو في الحقيقة كانت اوف سايد لان ما بوصلش من اللعب، بس هتلاقيها في الجون لان انا عديت بترام وصنعت عرضية. لو كنت سبت ترام كان زماني دلوقتي ايه، المدافعين ماسكين. مثلا انا عايز ارفع عرضية بميسي كده وراح معديها على طول. يعني هي مش عرضية، يعني انا قصدي يعني ان انا هقدر اطلعه حتى في اي حاجة، المهم بتمريرة او بينية، اللي انت عايزه. اللي هتعمله كده، تمام. تلاقي نفسك كوربيجون برضه في البعيد. عايز اقول لكم حاجة يا رجالة، النسخة بتاعت ميسي اللي انتوا كاسبينها دي تعتبر احسن نسخة نزلت مجانية لميسي في تحديثات بيس كلها. الصراحة بيس مروج عليكم، او اي فوتبول، زي هي اسمها اي فوتبول، كان انا بحب زي اسمها زمان بيس. فهي كلها هتعمل كده. بس تاني ميسي طلع قدام، تلاقي نفسك ميسي جنب الجون، بس تيجي بقى بس كده. ومن هنا تبقى خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.